السلام عليكم، إن شاء الله طيبين اليوم. كنت بنحكي أساساً على ليش أنا ما تحدثش على النفوذ الأمريكي في ليبيا، وليش نحكي على الخمس دول اللي حددتهم. طبعاً سأؤجل هذا إلى غد إن شاء الله، لكن في موضوع أعتقد أنه هو الآن أهم، اللي هي شكل الصدامات اللي بين قوات حفتر وبين الجيش السوداني على الحدود في منطقة العوينات، منطقة المثلث الحدودي المصري السوداني الليبي. البداية أود أن أعطي مقدمة على ما يسمى بالحزام السوداني. الحزام السوداني هو المنطقة جنوب الصحراء اللي تمتد من السودان شرقا إلى النيجر ومالي غربا. هذه المنطقة لها خصائص مختلفة، يعني اللي مهتم بها هي قضية مهمة جدا، يعني الجوار الليبي الجنوبي اللي هو الحزام السوداني، أن يقرأ كتاب الصديق عبد الهادي، كاتب سوداني، عن هذه المنطقة. وهناك كتابات باللغة الإنجليزية، هذا بالعربي، وفي كتابات كثيرة باللغة الإنجليزية، وأعتقد في كتابات أيضا في المكتبة المصرية من باحثين في مركز استراتيجي لصحيفة الأهرام. أنا كنت اهتميت بالموضوع هذا أيام الصدام الليبي، التدخل الليبي في تشاد، باش نفهمه. منطقة الحزام السوداني هي المنطقة التي فيها نوعين أساسيين من الديموغرافيا، فيها العرب السود المسلمين، وفيها أيضا القبائل الأصلية الزنجية، خلينا نستعملوا هذا اللفظ المهذب. يعني العرب السود يعتبروا نفسهم متميزين على الآخرين، وطبعا لسنوات طويلة والاختلاف المواقع في الشبكة الاقتصادية والسياسية وكذا نتجت عنها خلافات أخرى بين عشائر عربية نص زنجية نص عربية، يعني قصة موزاييك غريب الشكل. جعل أيضا أن الديموغرافيا لا تنطبق على الحدود الوطنية، بمعنى أن تجد حدود مثلا بين تشاد وبين النيجر، الحدود لا تقسم القبيلة، مش نهاية القبيلة الفلانية تبدأ الحدود، لا، وتجد يعني كثير من القبائل تنتشر في مناطق مختلفة، وهي قبائل نتيجة شظف العيش، والمنطقة غالبا فقيرة ما فيهاش موارد، هي عاشت على القتال. لذلك نجد مثلا أن الدخول في الحزام السوداني هو الدخول في مهلكة، لأن منطقة من الصعب تحقيق الاستقرار فيها، منطقة انقلاب في جرة انقلاب. يعني في حين نجد أفريقيا جنوب الحزام السوداني فيها انتخابات وفيها برلمانات وفيها كذا، ولكن الحزام السوداني على الرغم من أن دولة السودان في حد ذاتها متقدمة تعليميا وثقافيا، ونعتز نحن بأدبائها وإضافاتهم إلى المكتبة العربية والأفريقية، ولكن أيضا الانقلابات العسكرية نتيجة أنها موجودة في الحزام السوداني أدت إلى عدم الاستقرار في السودان، وأدت أخيرا إلى الحرب الأهلية. مصريين أول ناس فطنوا إلى ذلك، ولذلك في 24 25 26 فصلوا الكتائب العسكرية السودانية عن المصرية، وجعلوا الجيش المصري بدأ يكون جيشا خالصا. بقي ضباط سودانيين، من ضمنهم شخصية تعرفوها كلكم، محمد نجيب. يعني محمد نجيب أصلا سوداني. فيه أيضا الضباط ما كان يطلق عليه الفهد الأسود، اللي كان قائد إحدى الفرق في حرب فلسطين في 48، أيضا كان سودانيا، ولكن ضباط أقاموا في مصر وأصبحوا مصريين، ولكن هم مولودين في السودان. المصريين فطنوا مبكرا، وكانت سياساتهم دائما أن استمالة السودان كدولة، ولكن الابتعاد على مشاكل. حتى لما صارت الحرب الليبية التشادية وهم قرروا إعادة تسليح حسين هبري، أنا بلغني مجدي عمر الذي أشرف على تسليح قوات حسين هبري في زمن السادات،
قال لي كنا دائما حريصين ما يكونش عندنا أي جنود مصريين أو ضباط مصريين أو طيران مصري هناك، لأن دي الحزام السوداني ده محرقة. نحن في ليبيا جربنا هذه المحرقة. تدخل القذافي منذ اغتيال أول رئيس تشادي اللي هو تومبلباي، فرانسوا تومبلباي، هذا شبابنا اللي مش حاضر التاريخ. ذبحوه ورقة فراشة. هذا الرجل كان من قيادات التي ناضلت سلميا من أجل الاستقلال. وبدأ التشاديين اللي من أصل عربي وداي موداي وكذا يأتوا إلى القذافي وأقنعوه بالتدخل. تدخلنا في تشاد، أرسلنا قوات، احتلينا إنجمينا، قتلنا، وفي النهاية هزمنا وخسرنا أوزو اللي هي على المستوى السياسي هي 10 أضعاف مساحة فلسطين السليبة، وعلى المستوى الاقتصادي هي امتداد لحوض سرت النفطي، وفيها كميات مثبتة من النفط لا يمكن استغلالها إلا إذا ربطت بالبنية الأساسية النفطية عندنا. إذن الدخول في الحزام السوداني يعني هو مهلكة، ونحن كليبيين يعني جربناه ونحرقن صوابعنا من النار بتاع تشاد وفقدنا أوزو. الآن الحرب الأهلية السودانية اللي هي بين قوات الجنجويد اللي الدعم السريع بقيادة حميدتو دقلو، وبين الحكومة السودانية بقيادة البرهان واللي هي مؤسسات الدولة، دخلت إلى مرحلة يعني اتضح فيها التدخل الخارجي وخاصة الإماراتي بشكل كبير. يعني نحن ليس بعد تقارير الأمم المتحدة التي تقول أن التدخل الإماراتي شيء حقيقي، وأن الإماراتيين يزودوا بالسلاح وبالطيران. الطائرات التي قصفت بور سودان في مايو الماضي هي طائرات مسيرة إماراتية، رصد حتى من أين انطلقت ومن أين ذهبت لقصف بور سودان، بعد أن السودانيين قصفوا طائرة جاية في أعتقد مطار أظن اسمها ديالا في تشاد، وقتلوا يمكن 4 أو 6 ضباط إماراتيين. المشكلة بتاعتنا اللي نحن نتحدث عليها أن نحن دولة تحت النفوذ الخارجي، وأن نحن لدينا مثلا خليفة حفتر يسير بالتعليمات الإماراتية. الإماراتيين بدأوا يواجهوا الآن مشكلة في تزويد حميدتي بالسلاح عن طريق تشاد، لأن بعض جنرالات الجيش التشادي حذروا محمد دبي بأن الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا، وإلا سنجد أنفسنا كتشاد خاشين في الحرب، ونحن لا نريد حرب، نحن نريد ننمي بلدنا. وبالتالي بدأوا الإماراتيين في شيء جديد، هو أن يتم تمويل الرئيسي لحميدتي عن طريق ليبيا، عن طريق الكفر. طبعا هذا ليس جديدا، لأن عندما بدأت الحرب في الأهلية وبدأ حميدتي هجومه كان يفتقر إلى المشتقات النفطية. وأنا شخصيا طلعت وقلت أن في تصوير في الأقمار الصناعية بأن مصفاة السرير تزود حميدتي بالكذا. رد اللي كان رئيس مؤسسة النفط ننسى في اسمه ديما قال أن هذه افتراءات، ودار بيان من مؤسسة النفط هدد أنه يرفع فيها قضية في أمريكا. رحب بي، قلت له تعال جيب أوراقك بس تعال أمريكا باش ندير لك ديبوزيشن ونطلعوا كل الفضايح تاع إدارتك لمؤسسة النفط. المهم أن هذا أصبح مثبت، ونشرت صور القمر الصناعي، وأن كيف أنها كانت تمشي الحاجة اسمها كامب شيفرلي في داخل الحدود السودانية في منطقة العوينات، وغادي دايرين محطة وقود يوزعوا في الوقود بالشاحنات اللي هي أيضا جايبينها من ليبيا، بحيث يوزعوا إلى قواتهم في الأماكن المختلفة. أيضا هناك مرتزقة جو من كولومبيا من جنوب أفريقيا عن طريق ليبيا، وأن من ليبيا خشوا عن طريق الكتيبة السلفية اللي موجودة في الكفرة، حتى ما ذكرش اسمها. الآن بدأنا نشاهد القصة تتكرر، لأن مطار ديالا أصبح أولا عرضة للغارات، ثانيا ماتوا فيه ضباط إماراتيين. أصبح الإماراتيات تعليماتهم لحفتر أن أبدأ أنت اللي تمول، وأبدأ أجهز نفسك أنك أنت تدعم قوات حميدتي، نحن أعطيناك سلاح وأعطيناك ذخيرة وأعطيناك فلوس، فالآن جاء دورك أنك أنت تخش في هذه. في ناس قالوا خلونا نتصلوا بالسودانيين وكذا. لا طبعا، لأن نحن في النهاية حتى إن كنا ضد عمالة حفتر الإماراتيين، لكن نحن مع أرض ليبيا، نحن مع الكفرة، نحن مع أهلنا، نحن مع كل نقطة تراب في ليبيا. لا يمكن أن نحن نعمل على أنها تستقطع كما استقطعت أوزو،
لا يمكن أن نسمح أو نرضى أو نقبل حتى لو ما عندناش القدرة لكي نمنع أن ليبيا أرضها تمشي لطرف آخر. علينا أن نحن نعمل عن طريق العقال الليبيين، وأن نتحدث حتى مع السودانيين بأن في النهاية دعونا نحل المشاكل بشكل سلمي، وأن نحن نحاول من جهتنا أن نمنع هذا الأهبل. السودانيين مسمينها اسم ما بيش نقول أنا، يعني يقولوا في دعايتهم، ولكن في النهاية هل نحن نريد فعلا أن تتعرض الكفرة للقصف، أن تتعرض الكفرة للاحتلال؟ هل الكفرة هي الكفرة بس العزيزة علينا، وإلا اللي ما زلنا نحن نتذكر كيف صمدت أمام الطليان وأمام غريزياني؟ ولا الكفرة هي السرير، هي النفط، هي المياه، هي النهر الصناعي، هي كل هذه المنطقة؟ يعني لماذا هذا الاستخفاف بمصالح ليبيا الاستراتيجية؟ لماذا الاستخفاف بوحدة التراب الوطني؟ لماذا الاستخفاف بالسيادة؟ أنا يعني حقيقة يصعب علي، لأنني أرى أمامي المخاطرة، أرى أمامي ما يمكن أن يحدث، وفي النهاية لا يمكن أن فينا حد يرضى أن في النهاية بعد كل اللي ساير فينا هذا نتيجة رعونة حفتر وعيالة أطفال صغار ويوقفوا أمام الجيش السوداني. يا جماعة عيب عليكم، الجيش السوداني هو نشأ مع الجيش المصري سنة 1810. يعني يعني ما تهزوش عليه، ما هوش قصة ميليشيا. لما حصل الإمداد الجيد من القطريين والأتراك هو وقف لحميتي وطلع حميتي هالفوت ولا يسوى حاجة. فبالتالي لا أعتقد ويجب أن نحن كليبيين يكون لنا موقف لحماية ترابنا الوطني من المخاطر في المستقبل، بأن نقف ضد محاولات حفتر إقحامنا ويحدث لنا كيف ما صار في أوزو. كان اللي يحكوا لمعمر القذافي في قبل ما يهزم حفتر هذا ويؤسر في المعارك الأخيرة، يعني في وادي الدوم، يعني كانوا يعتبروا خونة، كانوا يقولوا خونة. أنا حكالي مرافق لجورج حبش، مرافق للحكيم جورج حبش، أمين عام جبهة شعبية تحرير فلسطين، قال لي كنا مع الحكيم اللي هو مع جورج في لقاء مع القذافي ساعة ما أدخلوا عليه الورقة وقالوا له أن سقطت وادي الدوم، فقال نظر إليها وكأن واحد ضربه بمطرقة فوق راسه. قال للحكيم، قال له خير إن شاء الله، لأن لاحظنا أن وجهه تغير شكله ولونه وكذا. قال له فقدت واحدة من أفضل القطاعات الجيش الليبي، نصف الجيش الليبي هزم أمام التشاديين العراه الحفاه مش عارف شنو الكبرني. فهل نريد نحن هذا؟ هل نريد أن بكرة نسمع ويقولوا والله الكفرة لا والله خش الجنرال السوداني فلان خذاها ويكلم غادي؟ ردوا بالكم، راهي ال4-5 أيام الأخيرة تحمل تهديدات وصلت إلى نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وصلت إلى وزارة الخارجية السودانية. وراهي السودان فيها عناصر وخبرات، وهي دولة مؤسسية قديمة، ما تاخذوش على المتمردين بالذهب بتاع وادي عامر اللي هو حمتي ولا بفلوس الإماراتيين الرخاص. بعدين الإماراتيين لا يعنيهم يا سيدي، وسقطت الكفر وسقطت بنغازي، بالنسبة لهم شن يعني؟ كلب وطاحت عليه حيطة كما يقولوا الليبيين، ولا يعنيهم أي حاجة، ويجدوا مكان آخر يشتغلوا منه. وصارت لهم من قبل عدة مرات إنه يفقدوا حليف خلاص ما عادش يدوا عليه حتى مرة واحدة. تبي تجي نعطوك حوش في أبو ظبي ولا في دبي تقعد فيه، تعال نعطيك مرتب مش مشكلة يعني، زيك واجدين يعني. ولكن نحن كليبيين يعنينا أرضنا، تعنينا سيادتنا، تعنينا ترابنا، يعنينا تاريخنا، يعنينا. فلا يمكن أن نسمع بهذا العبث، وعلينا أن يكون هناك موقف من ألا نتدخل في الحزام السوداني، ألا ندخل حق الألغام، ما عندناش لا خرائط. نحن وين نعرف الكلام هذا بتاع الكتيبة هذه اللي دايرين لحية بيقاتل جنرال السودان بلحيته، كيف يقاتلهم؟ ما يقدرش. ويا سيدي في الاخر احنا ما نبوش قاتلوا ضدهم. ليش نقاتلوا ضدهم؟ شن بيننا وبين السودانيين سيئين؟ هل ينسى الليبيين ان احنا في الخمسينات المدرسين السودانيين قديش كانوا موجودين في بنغازي وفي برقة وكذا؟ هل ينسوا وقفتهم في ثورة في 2011 اول طائرة جابت سلاح الى مطار بنينة جاءت من الخرطوم؟
لمساعدة الناس. إذا يعني علينا أن يكون موقفنا جيد، وما يكونش موقف شوية الانتهازيين الأرزقية اللي شروهن الأقلام اللي يطلع يقول لا دعموا الإسلاميين زمان. دعموا الإسلاميين زمان، الآن برهان متحالف حتى ما حمدوك اللي هو شيوعي. شن تحكي؟ لماذا تخلط الأمور على الناس بحيث أنك تبرر إذا بكرة طاحت الكفرة؟ ما هو أنت بعدها سنعطوك على أفاك، نقول لك أنت واحد من الناس التي تتسبب في ضياع الأرض الليبية. وعلى العموم إن شاء الله خير، وإن شاء الله مخاوفي مش في محلها، ولكن علينا أن نتخذ موقف وعلينا أن نفهم ما يحدث. والسلام عليكم ورحمة الله.